في يوم هادي على شاطئ قرية سياحية في العلمين، كانت مهندسة خارجة من البحر وماشية في الممشى. فجأة كلب ضخم من نوع شرس هجم عليها وعضها في ايديها. الكلب ده كان مع زوجة الكابتن عصام الحضري اللي كانت وقتها مشغولة في التليفون، وفجأة فلت منها الكلب وعض المهندسة اللي صرخت من شدة الألم. وساعتها بس ظهر الكابتن عصام الحضري وحاول يبعد الكلب عنها، والمهندسة انتقلت على طول لمستشفى العلمين وخدت مصل السعار. وبعد ما حالتها استقرت شوية راحت القسم وقدمت بلاغ رسمي ضد الكابتن عصام الحضري وزوجته، واتهمتهم بالإهمال اللي تسبب في إصابتهم. والنيابة العامة أمرت بضبط وإحضار عصام الحضري وزوجته. وبدأت التحقيقات في القضية اللي اتسجلت برقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين. يعني عصام الحضري من نزهة على البحر المحضر رسمي وقرار ضبط. وهل الحضري هيتحبس ولا في مفاجآت تانية؟ تابعونا ولسه في تطورات كتير.